الأهلي والزمالك في جميع مواجهتهم مع بعض في دوري أبطال أفريقيا الزمالك لم يحقق أي انتصار على النادي الأهلي. النادي الأهلي قابل الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا المسمى بنهائي القرن، بنهائي القضية 2020. الأهلي ينتصر على الزمالك وياخد بطولة جديدة في دولاب النادي الأهلي على حساب نادي الزمالك في 2020 دوري أبطال أفريقيا. الأهلي والزمالك وقف على كده في المواجهات مع بعض؟ لا طبعا. 2005 الأهلي قابل الزمالك في النصف نهائي، كان الزمالك رايح جاي. 2008 الربع نهائي، كان الزمالك رايح جاي. 2012 الأهلي قابل الزمالك في الربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان الزمالك رايح جاي. 2013 الأهلي كان الزمالك رايح جاي. يبقى مواجهات الأهلي مع الزمالك مش تميل لنادي الأهلي، لا، ده الأهلي صاحق الزمالك فيها في المواجهات مع بعض دوري أبطال أفريقيا. الزمالك واخد كام دوري أبطال أفريقيا؟ واخد خمسة، بدايتهم 84 على حساب شوتنج النيجيري، و 86 و93 و96. آخرهم كان 2002 على حساب الرجاء المغربي. خلينا في 86 93 96. الزمالك واخد الثلاث بطولات دول بضربات الترجيح. ايوه، مش عارف اعمل لهم عمل في ضربات الترجيح ولا ايه انا بصراحه. ايوه، 84 فاز بالبطوله في الملعب، 86 خدها بضربات الترجيح، 93 الزمالك خدها بضربات الترجيح، 96 الزمالك خدها بضربات الترجيح. اخر حاجه 2002 هزم الرجاء بهدف تامر عبد الحميد هنا في القاهره. يبقى الزمالك لما تيجي تتكلم عليه وتقول انه ند بند للنادي الاهلي، ده ما فيش مقارنه اصلا. مع احترامي لكل الناس اللي تنتمي لنادي الزمالك، ما فيش مقارنه بين الاهلي والزمالك. ودوري ابطال افريقيا يوضح لك كده، وراجع دوري ابطال افريقيا لو انا كنت كذاب. الزمالك وصل نهائي دوري ابطال افريقيا 8 مرات، 5 خدهم و3 ضاعوا منه، كان آخرهم الأهلي. وقبل الأهلي كان موسيماني اللي هو علم على الزمالك 2016 مع صن داونز، و2020 مع الأهلي. يبقى صن داونز واكل الزمالك رايح جاي. طيب، يبقى الزمالك وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا 8 مرات، وصل للنصف نهائي 10 مرات. يبقى النصف نهائي اللي وصل له 10 مرات، بخلاف النهائي 8 مرات. ربع النهائي الزمالك وصل للزمالك ربع نهائي 7 مرات. 7 مرات، يا نهار اسكت مش ساكت انا ولا يحصل. الزمالك يوصل للربع نهائي 7 مرات ويخرج، دي حاجه كارثه كبيره على فكره، ان الزمالك يخرج من الربع نهائي 7 مرات. لا، وتيجي تقول انا بقارن الاهلي بالزمالك او بقارن الزمالك بالاهلي، لا، مفيش مقارنه. والدليل دوري ابطال افريقيا، لا، الزمالك لازم يخليه حقاني. او لو انت بتشجع الزمالك ومنتمي للزمالك، خليك حقاني واتكلم كويس في حضره النادي الاهلي، عشان الاهلي بطل نصف الكره الارضيه. طبعا في الحلقه اللي جايه هتكلم على انجازات النادي الاهلي. طبعا غصب عني هيكون الزمالك له دور فيها، لان انتصارات الاهلي مبنيه على هزيمه الزمالك.